سلام حبابي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين. اليوم جيت نهضر على حفصه أبحيح، ودابا يلا نبداو بلا ما نطول عليكم الهضره. حفصه أبحيح في العمر ديالها 21 سنه، بدات في تيك توك بشويه بشويه كدير فلوقات وفيديوهات عنايه بالبشره وروتينات، ولقات اقبال كبير من الجمهور، والحمد لله اكتسبت جمهور اللي كيبغيها. كملات في السوشيال ميديا ودارت بلاصتها، وبداو كيجيوها عروض ديال الاشهارات، ومنهم واحد لاغام اللي كانت مدخله بزاف ديال البنات. وتما تعرفت على الصديقه ديالها سانديا اللي جمعهم واحد الصداقه اللي زوينه بزاف، الا انهم واحد الوقيته كانوا دابزو ومن بعد كانوا خرجوا من داك لاغام، لكن غير هاد الايامات شفناهم باللي تصالحوا. الله يخليهم لبعضياتهم. حفصة تبارك الله عندها 1.5 مليون في انستغرام و2 المليون في تيك توك، لكن كيف ما كاينين الناس اللي كيبغيوها وكيتبعوها، كاينين الناس اللي ما كيبغيوهاش وكينتقدوها في لي كومونتير. حتى في الاول فاش كانت يلاه باديه كانوا كيتنمروا عليها بسبب الوزن ديالها، ومن بعد فاش دارت عمليه تكميم قالوا ليها ما جاش معك الضعف، يعني خاصهم غير يكتبوا ليها كومونتيرات سلبيين. من بعد التخطبات الله يخليهم لبعضياتهم، ولكن الناس ما وقفوش هنايا وسربوا ليها التصاور ديالها هي وراجلها اللي ما كانش باغا تبينه. وحتى هاد الايامات وقعت نفس الحاجه. حفصه تبارك الله شفناها دارت بزاف ديال النجاحات في حياتها برغم صغر سنها، دارت ما شاء الله ريستورون ديال السوشي هي وخوها، وهاد الايامات شرات الطوموبيل ديالها، وقالت باللي كتوجد دير شي حاجه اخرى بحكم انها كانت فرمليه وخدات دبلوم ديال التجميل، فتسناوها دير شي حاجه زوينه ان شاء الله. قبل الزواج ديالها ما كانش دايره الدره، ولكن دابا ما شاء الله دارتها، وقالت في واحد الفيديو باللي دارتها عن اقتناع، حيتاش الناس كانوا كيكتبوا ليها في لي كومونتير باللي راجلك هو اللي بزز عليك انك ديريها، لكن خرجات بواحد الفيديو ووضحات باللي دارته على اقتناع وعمرها غادي تحيدو، وباللي ماشي راجلها هو اللي بززو عليها. وصافي احبابي، هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم اللي وصل حتى لهنايا. ما تنساوش انكم تخليو ليا في كومونتيرات كيف كتجيكم حفصه، وطاقيوها تشوف هذا الفيديو، قولوا لي المشهور او المشهوره اللي تبغيو في الفيديو الجاي. بسلام عليكم.